ابنِك مش قليل الأدب ومش عنيف وأنتِ مش أم فاشلة، ارتاحي كده واسمعي الكلمتين دول. أنت إزاي ترمي اللعبة كده؟ بجد أنت قليل الأدب، أنا ما قصّرتش معاك عشان تعمل كده. هو ده بالضبط اللي بيحصل واللي أنتِ بتحسّي بيه، لمّا بتلاقي ابنِك بيشتم، بيضربِك، بيرمي الحاجة زي ما إحنا شُفنا كده، بتحسّي إن هو طفل مش متربّي، إن أطفال العالم كلّهم أحسن منّه، إن ابنِك فيه مشكلة، إن أنتِ أم مقصّرة وما عرفتيش تربّيه. لكن بقى الحقيقة العلمية مختلفة عن اللي في بالِك ده، من سِن سنتين ل4 سنين، لمّا الطفل يبُص في عينِك كده ويمِد إيده عليكِ ويضربِك أو يقول لِك لأ، هو مش قليل الأدب، هو بيقول لِك إن أنا جوايا مشاعر كتير جدًا أنا مش عارف أطلّعها، فباطلّعها بأسلوب غضب. أنتِ عارفة إيه اللي بيحصل جوّه دماغ طفلِك؟ في المرحلة العمرية اللي أنا كلمتِك فيها دي، بيبقى في جزء كبير في مُخ الطفل لسه مش مكتمل، هو مش عارف يعبّر عن مشاعره، مش عارف يعبّر عن غضبه، فبيعمل كده. أي حد بييجي في دماغه إن الطفل ده قليل الأدب وإن أمه ما عرفتش تربيه، لكن في الحقيقة إن في جزء علمي إحنا مش واخدين بالنا منه. مخ الطفل في الوقت ده بيبقى عامل كده زي الشقة اللي تحت التشطيب، لأن في جزء مهم أوي في مخه لسه ما اكتملش، الجزء ده اسمه prefrontal cortex يعني الفص الجبهي في مخ الطفل، لسه فعلًا مش مكتمل، فبيخلّي الطفل يعمل تصرفات أنتِ وأي حد بيشوفه بيحس إنها قلة أدب، لكن في الحقيقة بقى هي تعبير عن المشاعر اللي جواه اللي هو أصلًا مش فاهمها عشان الجزء ده لسه ما اكتملش في مخه. أنتِ عارفة بقى إن المنطقة دي مش بتكتمل غير بعد سن ال20 ييجي يقول لِك هو ابنِك بيعمل كده ليه؟ هو ابنِك متعصب كده ليه؟ هو ابنِك طول الوقت بيقول لأ، ده أنا ابني مش كده. اوعي تعملي كده، واوعي تحطيه في مقارنة مع حد. هو محتاج إن أنتِ تتعاملي معاه لمّا تلاقيه في الحالة دي بهدوء، تفهميه غلطه. خلّينا نتكلم بقى أقول لكم حاجة، إن إحنا ما قلناش إن إحنا لمّا نشوف الطفل بيعمل كده إن إحنا نتجاهل ده ونقول إن هو طفل لسه صغير ومش فاهم حاجة، لأ خالص. إحنا نقدر نوجه السلوك، ولكن ما ننتقدش السلوك. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إحنا دلوقتي لقينا الطفل مثلًا زي الموقف اللي إحنا شُفناه بيقلب اللعبة دي عشان مش عايزها أو عايز حاجة تانية أنتِ مش عايزة تدّيها له، تقعدي معاه بالراحة، بُصّي في عينيه، قولي له ما تقوليلوش أنا متضايقة منّك، قولي له أنا متضايقة من السلوك والتصرُّف اللي أنت عملته، وهيبقى في عقاب على السلوك ده. العقاب يبقى فترة قصيّرة عشان الطفل ما ينساهوش، يعني مثلًا لو أنتِ بتودّيه في يوم معيّن الkids area، إحنا مش هنروح الkids area الأسبوع ده علشان أنت عملت كده. مرّة في مرّة الطفل بيحاول إنه يعدّل سلوكه، ولكن لمّا تفضلي طول الوقت بتنتقدي وتقولي أنت قليل الأدب، أنت مش متربي، أنا ما قصّرتش معاك في حاجة، أنا ما عرفتش أربّيك، ليه ابن فلان أحسن منّك، ليه ابن فلان أهدى منّك، ده بيعقّد الطفل بدري أوي وبيحسّسه إن هو قليل عن زمايله. فإحنا ليه نعمل كده وهي المشكلة كلّها إن زي ما باقول لِك عقل الطفل لسه ما اكتملش.